بجد بجد الوصفة دي والله اختراع. يعني تسلم ايد اللي عملتها بصراحة، يعني تسلم ايديها بجد. الوصفة دي جميلة جدا ومنجزة وسهلة وبسيطة وما بتاخدش وقت. وحلوة الأيام اللي احنا فيها دي للصيف، جميلة جدا وسريعة وسهلة وخفيفة كمان. فبجد أنا يعني بدعي للي عملتها وتسلم إيديها على الاختراع الجميل دوت، اللي هو بديل يعتبر الشيش طاووق اللي احنا كلنا التقليدي اللي متعودين عليه. فتعالوا نشوف الوصفة دي عملناها ازاي. انا كده عندي كمية من البطاطس، الكمية ديت على حسب الرغبة. انا دوت اكتر من كيلو بطاطس. بعد ما قشرته غسلته كويس وخرجته وشطفته، جبته قشرته وقطعته لمكعبات متوسطة كده، وهديله بس كده رشة ملح وهيتقلب كده. هقلبه، وفي الأثناء دي أنا محضرة طاسة فيها زيت على النار. أول ما هنقلبه هنروح نحط البطاطس عشان تتحمر. أنا كده استنيت لغاية ما الزيت سخن قوي، ورحت حاطة فيه البطاطس. هنستنى لغاية ما تاخد اللون الذهبي، وبعدين نطلعها على مصفى تصفي الزيت بتاعها. احنا هنبدأ نعمل التتبيلة اللي هنحط فيها قطع الوراك اللي احنا هنعملها. على بال ما البطاطس تتحمر هنبدأ نحط معلقة فلفل اسود صغيرة، ومعلقة توابل فراخ او بهارات فراخ صغيرة برضو، معلقة كاري صغيرة. تمام. معلقة بصل باودر صغيرة، كمان معلقة بابريكا صغيرة، ومعلقة توم باودر صغيرة، معلقة ملح صغيرة، معلقة هريسة شطة بس دي معلقة كبيرة. واللي على فكرة اللي مش بيحب الأكل سبايسي فدي مش مشكلة، خلاص تمام ما تتحطش لو ما حدش بيحب السبايسي. تمام كده فاضل لنا كمان ربع كوباية خل، وكمان عندنا المفروض نحط حبة زيت، يعني ممكن يعني ربع كوباية أو أقل زي الخل، نفس مقدار الخل أو أقل بشوية. بس كده حطيت حوالي يعني ربع كوباية أو أقل من الزيت. كده فاضل مكون واحد بس، فاضل الكاتشب، معلقة كاتشب، معلقة الكاتشب. بعد كده هنبدأ ندوبهم كلهم مع بعض. كده خلاص أنا دوبت كل المكونات. أنا كان عندي وراك مخلية وقطعتها لقطع مكعبات على حسب الرغبة، كبيرة أو صغيرة، وطبعا غسلها كويس وصفتها من ميتها. بعد ما عملت الخليط ده هبدأ إن أنا أنزل مكعبات وراك الفراخ المخلية دي في قلبها، في قلب الخلطة، وهنبدأ نقلبها كويس زي ما احنا شايفين كده. نخليها تمتزج بكل المكونات لغاية ما نتأكد ان كل حتة في قطع الفراخ ديت امتزجت واتغطت بالمكونات اللي احنا عاملينها دي. هسيبها بس شوية في الخليط لغاية ما البطاطس تتحمر واشيلها. بعد كده هنشوف هنعمل ايه بيها. زي ما احنا شايفين كده البطاطس بدأت تاخد اللون الذهبي الجميل. فاحنا هنبدأ نطلعها كده. زي ما احنا شايفين طلعنا البطاطس على مصفى باللون الذهبي بتاعها الجميل عشان تصفي اي زيت زيادة منها. كده بعد ما طلعت البطاطس خلاص حطيت طاسة او جريل على النار.
على نار عاليه، وحطيت فيه حوالي معلقتين 3 زيت، واتاكد ان هما سخنوا والطاسه سخنت. فهبدا انزل فيها القطع بتاعه المكعبات اللي انا عاملاها. كده ببدا اشوي قطع الفراخ، ونقلبها على الوش التاني لغايه ما كلها تاخد اللون الذهبي تتشوى. انا في نفس الجريل اللي شلت منه الشيش هبدا احط معلقه توم وسط كده، وابدا اقلبها لحد ما تاخد اللون الذهبي. عايزاها يعني ايه محمره قوي، واكون مجهزه طماطم على حسب حجمهم متقطعين صغير مع قرنين 3 فلفل برضو. وبعد ما الثوم ياخد بحط عليهم الطماطم والفلفل، وابدا برضو اخدهم تقليبه. وهحط عليهم حبه بهارات فراخ او توابل فراخ حبه حلوين، واخدهم تقليبه برضو. احنا هنحط ربع كوبايه خل بعد ما حطينا الطماطم والفلفل، واخدهم بس تقليبتين كده على النار، كام تقليبه كده. بجد انا مش عايزه اقول لكم على الريحه اللي طالعه، والله كل اللي داخل واللي طالع عمال يسالني ريحه ايه دي، ايه الريحه الحلوه اللي طالعه دي. طبعا من كميه التوابل اللي اتحطت في التتبيله طبعا بتاعه الوراك المخليه، فطبعا الريحه والله مش قادره اوصف لكم ولا اقول لكم الريحه عامله ازاي. فاحنا كده هنبدا بقى نحط البطاطس، وناخدها برضو تقليبه كده. فكرة هي البطاطس ممكن تتاكل كده من غير فراخ والله ولا اي حاجه، طعمها جميل جدا جدا وريحتها شهيه جدا، وتغري كده ان انت تاكليها حتى من غير ما تحطي عليها فراخ ولا حاجه، جميله جدا. احنا كده حطينا البطاطس وقلبناها كام تقليبه مع الخلطه بتاعه الثوم والفلفل والطماطم. انا عامله العين وسط، قللت النار شويه. بعد كده هنحط قطع الشيش وننزل الصوص اللي نزل منها ده بتاع الخلطة الخطيرة اللي احنا عاملينه. تمام. بعد كده هنقلبهم مع بعض، يلا تقلبتين كده مع بعض زي ما احنا شايفين كده. المنظر فظيع فظيع، والريحة واكيد الطعم هيبقى افظع وافظع. بجد اكلة خطيرة جدا، مستحبة في الصيف بدل الطبيخ والحاجات التانية، فدي أكلة سهلة وسريعة وخفيفة في نفس الوقت. وبعد ما ياخدوا تقليبتين كده بكون أنا مجهزة بصل مقطعاه جوانح، أفككه بس من بعضه كده. تمام. وبرشه عليها كده، وكمان بكون مجهزة برضه كزبرة وغسلاها طبعا ومقطعاها الورق بتاعها. وبكده اخر خطوة احنا طفينا طبعا على النار، وعملت ورقة فويل وهحط عليها فحماية عشان يدي ريحة الشوي الجميل، وهحط حبة زيت كده وهكتمها لغاية ما نيجي نحضر بقية الأكل.
ونكتمها بأي حاجة أكبر منها علشان تدينا ريحة الحبايب قلبي. وده شكل الطبق النهائي، ويا رب يعجبكم. وإن الوصفة سهلة عليكم وبسيطة. ولايك وشير وسبسكرايب لو عجبكم الفيديو عشان يوصلكوا كل جديد من مسك وعنبر. مع السلامة.